السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. تعالوا اخدكم كده بقى ونروح نعمل كده شوبنج كده ونشوف بقى الاسعار، واقول لكم رأيي في العروض اللي موجودة، واقول لكم انا رحت فين بالظبط، واقول لكم رأيي في المكان كمان يعني كشخص. انا دلوقتي رحت معرض، مش معرض هايبر، اسمه معرض هايبر علوش. علوش دون في مصر الجديدة. تمام كده. انا ركبت العربية وخدت جوزي وبناتي وقلت ايه، نروح نشوف المعرض ده. تمام كده. رحت المعرض، بصراحة في حاجات عجبتني وفي حاجات كتير ما عجبتنيش. يعني هو بيقولوا البعيد سره باتع ولا ايه؟ يعني انا في هايبر اتفتح تحت على طول روعة. يعني انا لما رحت التاني ندمت ان انا ما جبتش من اللي عندي بصراحة يعني. وهصور لكم في اللي عندي ده بعد كده برضو، اوريكم الاسعار فيه عشان واحط لكم مكانه واسمه بالظبط، عشان اللي عايز يعني اللي عايز يجيب حاجة منه يجي ويجيب منه. حلو جدا بصراحة. هنا بقى انا رحت الهايبر ده. طبعا كان فيه جزء تحت، قسم تحت وفيه قسم فوق. القسم اللي تحت ده فيه زيت وسكر ورز وحاجات كده يعني. تمام. الرز ب26 جنيه ومش الجودة العالية، هو كده عليه عرض على فكرة. بس انا لما جيت قارنته طبعا بالعرض اللي في الهايبر اللي عندي في شبرا، لا الهايبر اللي عندي في شبرا عامله ب22 وب20، يعني برضو ارخص كتير. ما انت لو هتجيبي كمية هتفرق معاكي كتير. تمام. وهنا ده زيت كريستال، لا ده ما كانش عليه عرض، يعني ده ما كانوش حاطين عليه عرض خالص. انا بتكلم كان مش عارفة هو حاجات بقى تانية يعني على اللانشون والبيفي. هم كانوا عاملين عروض الصبح، كانوا عاملين على الشيبسي ان هم عاملين كيس الشيبسي ب4 جنيه ونص، وبيقول لك مثلا ان هو اتاخد في ثواني. فعلا دي حقيقة، بس انا طبعا برضو ما لحقتوش يعني. وكان عاملين على العصاير الباكيتة كانت بكام افتكر، مش فاكرة بالظبط كانت بكام، بس كان عليها عرض جامد، كان عليها عرض جامد. وهنا دي البيفي تقريبا. البيفي كان تاخدي 2 بيفي معاه واحدة لانشون، كانت ب145 جنيه. انا بوريكم ان انتوا تاخدوا الاتنين دول وعليهم واحدة لانشون. هوريكم انا اللانشون دلوقتي برضك، زي عاملين نظام علبة كده. دي عليهم يعني الاتنين اللي انا وريتهم لكم في الاول، وعليهم دي التلاتة كده عاملين 145 جنيه. هو كويس الى حد ما يعني. ما انا قلت لكم انه في حاجات كده وفي حاجات كده. عاملين البانيه الفريش هناك ب220، في حين ان الهايبر اللي في شبرا ب180، وده زي ده على فكره يعني ما فيش فرق. بس يعني هناك لا، ما عملوش عرض عليه لا. وهنا ده البيفي برضك. يعني الاسعار بتتراوح من يعني بينزلوا مثلا قيمه 10 جنيه. الهايبر اللي هنا في شبرا، لا الهايبر اللي هنا في شبرا اسعار جامده، يمكن عشان لسه فاتح. علوش بقاله كتير قوي شغال وليه اسمه وليه سمعته بصراحه. ومنزل عروض وبينزل عروض كتير. بس ممكن الهايبر اللي اتفتح في شبرا الجديد، انا مش يعني انا هصور لكم فيه واكتب لكم اسمه. لا منزل اسعار اكتر من كده بكتير قوي. هنا بقى انا هنا شفت هنا ان التونة 4 ب100، يعني قولي الواحدة كده ب25 جنيه. وفي برضو تونة مفتفتة خالص الخمسة ب100. انا بصراحة انا جبت من دي وجبت من التانية برضو. جبت من اللي هي المفتفتة دي، وجبت من التانية، وجبت العصير. جبت عصير من هناك، جبت بكتتين. وهنا دي بقى ده خل التفاح. يعني حاجات برضو يعني مش رخيصة قوي ومش غالية قوي، يعني ممكن تنزل قيمة 20 جنيه كده ولا حاجة يعني، او 10 جنيه. ازازة الزيت انا يعني شفتها نفس الحجم وقالوا عليها عرض نفس الحجم اللي موجودة. طبعا انا قارنت ما بين الهايبر ده وما بين الهايبر ده في علوش.
قالوا اني عليها عرض ب65 جنيه وكده عرض. لا انا شفتها هنا ب35 جنيه، وازاي مش عارفة يعني. انا هصور لكم برضو فيها وتشوفوا، مش عارفة ازاي. وده نفس دون بالظبط، بس برضو عشان برضو للأمانة يمكن الهايبر اللي تحت اللي في شبرا عندنا هنا عشان لسه فاتح جديد يا جماعة. وبرضو بيقولك لا انت ما تاخديش اي كمية، انت بتاخدي 3 بس. يعني الأسرة تاخد لها 3 بس وهي خارجة، يعني ما ينفعش تاخدي ازايز الزيت، ما تاخديش مثلا كتير، ليكي 3 بس. ليكي الرز برضو اللي هو عليه اللي هو ب20 جنيه، لا ليكي برضو 3 بس. مش سايبة كده، مش سبهللة ان انت تاخدي اللي انت عايزاه. هنا بسكوتات بقى والحاجات دي، اكو عروض من علوش. دي اللي انا بقول لكم عليها بخمسة. ده الزيت بقى اللي انا كنت بقول لكم عليه ب65 جنيه، وكنت خلاص هجيب نفس الازازة دي كده ب35 جنيه. تحت في الهايبر اللي جنبنا هنا. بس برضو ما تاخديش الكمية اللي انت عايزاها، بتاخدي 3 بس، ليكي 3 بس. حتى الرز نفس الشيء برضو، حتى السكر. المكرونة عنده اللي تحتينا مش علوش، اللي هو اللي في شبرا برضو ب20. ومكرونة انا جربتها بقى حلوة جدا 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 يعني. هو يعني بصراحة ما عجبنيش قد كده، بس اهو خروجه واتحسبت علينا خروجه وخلاص يعني. ده ايه؟ دي بقى صوصات وحاجات زي كده يعني. مالك بنتي اللي كانت بتحب الحاجات دي، المكرونة اللي هي سريعة التحضير دي. وجبت من هناك برضو جبت من هناك عصاير، وجبت جبت حاجات يعني قيمة ب1000 جنيه. ما جبتش حاجات كتير يعني. ده دي ده مستردة تقريبا ولا ايه ده؟ مش عارفة بصراحة اللي قدامكم ده ايه. يعني نهاية قصتي مع هايبر علوش ما عجبنيش خالص، وبصراحة ندمت ان انا روحته مقارنة بالهايبر اللي في شبرا اللي مفتوح جديد. ده مقارنة بالهايبر اللي في شبرا مفتوح جديد. يعني ممكن لو ما كانش الهايبر اللي اتفتح عندي دون اتفتح، كان ممكن الاسعار الى حد ما عجبتني، انما بصراحة مقارنة ده بده لا ما عجبنيش. ويعني الهايبر اللي عندنا هنا ده تحس اني زحمه، ما بتعرفيش تحط رجلك. انما التاني ده يمكن عشان كنا رايحين بالليل فكان فاضي الى حد ما. هنا بقى انا دخلت على قسم اللحوم وكده، برضو ما عجبنيش خالص. يعني هنا اللحمه هنا 390 و415 والكلام ده كله. لا لا في الهايبر اللي تحت لا يعني نازله عن كده، وحلوه وجميله لعلمك. يعني انا جربت الحاجات بتاعتهم ممتازه، مش وحشه لا. ويلا حبيبتي، لو وصلتي معايا لغايه هنا حطي لايك الحلو بتاعك، وما تنسوش تشيروا الفيديو عشان برضو غيرك يستفيد. وما تنسوش برضو تفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديو لاكبر عدد ممكن عشان غيرك يستفيد. بحبكم في الله كتير قوي، استني منه المزيد. وهصور لكم ان شاء الله في الهايبر الجديد، واقول لكم الاسعار والخصومات والعروض. بحبكم في الله، وباي احلى متابعين في الدنيا.